خلينا نبغيو نسجلو تبدا ديالنا هاد النوب زادو. سليب نوت باند ما محتاجاش التعريف، دوينا على كيفاش تجمعوا في الحلقه اللي فاتت وغادي نعرفوا كل شيء من داك الوقت لدابا. الحلقه غادي تكون طويله واحد شويه، لذلك جيب باش تتبع وجلس واحد الجلسه اللي تكون مقاده ومريحه. وقبل ما نبداو متابعتك ورايك في الحلقه ما تنساش وانت كتفرج، ولا فاش تسالي شي فولو لهاد اللعيبات هادو اللي بالطبع راه كاينين عندك. وبلا ما نزيد نطول بزاف، انا فؤاد عيد احمد، هذه حلقه واحده اخرى من ميوزيك بالدارجه. من بعد ما نجح الالبوم الاولاني ديال سليب نوت، كلشي كان كيتسنى الالبوم الثاني، وهادشي هذا خلى البعض يكونوا اكسيتيين. في البدايه ديال 2001 رجعوا الاستوديو هيبه واخونا رجعوا للساوند سيتي اند ساوند ايميج ستوديوز اللي كاينه في لوس انجلوس. ومع بسم الله ما بداو المشاكل، حيت البعض كان كيتشكى من الجدول اللي كانوا غاديين عليه، حيت كانوا مشارجي بالخدمه داخل الاستوديو ولي تور اللي كانوا عندهم لدرجه ما كانوش كيلقاو وقت لراسهم ولا لعائلتهم. الالبوم ما كيتعطلوش فيه بزاف، بحيث بداوه مع البدايه ديال 2001 وسالوه في شهر 2 من نفس العام، وبداو كيوجدوا باش يبداو وورلد تور الالبوم تحت اسم ايوا، اللي بداوها من 9 شهر 5 من 2001 وسالات في 29 غشت 2002. الالبوم خرج نهار 28 غشت 2001، وحيد بنادم كان عطشان كلاس رقم 3 في بيلبورد ورقم 1 في الشهر ديال يو كي، وجاوهم بزاف ديال العروض منهم فاش تخادوا اغاني ديالهم، مثلا اغنيه ماي بلاغ باش تكون ساوند تراك ديال ريزيدنت ايفل، والفيلم رولر بول اللي لعبوا فيه اغنيه اي ام هيتد. زائد ان البلان اللي داروا ديال التور قبل ما يخرج الالبوم خلى كاع العروض اللي كانوا غادي يلعبوهم سولد اوت، يعني بالدارجه كلشي تباع. من وراها كان واحد الفراغ عند سليب نوت بسبب ان كل واحد ركز اكثر على السايد بروجيكتس. مثلا كوري تايلر ورود ركزوا باش يحيوا الباند اللي كانوا معاه اللي هي ستون سور، جورديسون قد باند سميتها موردر دولز، ونفس الشيء بالنسبه للاعضاء الاخرين، كل واحد مشى قد باند، ولا كل واحد اللي كان مع شي باند مشى عاوتاني خدام معاهم، يعني كيضربوا هنا وكيضربوا هنا. من ورا ما كطول الغيبه ديال سليب نوت على الساحه، كيبداو الناس والصحافه كيتسائلوا واش ممكن سليب نوت ترجع ولا هذا التوقف هذا غادي يبقى ديما. واللي سبب هذا التساؤل هذا بجانب هذه الغيبه هذه كان هو كوري تايلر اللي صرح وقال انه كاينين بعض الحوايج خصهم يتوضحوا داخل الباند، الشيء اللي خلى جوي جورديسون يهبط ببوست نهار 24 شهر 2 في 2003 على الصفحه ديال سليب نوت، كاين فيه كاع هاد الاقاويل هادو، كيقول فيه باللي هو ما على بالو بوالو من هاد الشيء، وما عندوش حتى فكره على داك الشيء اللي قال كوري فاش صرح انه كاينين شي مشاكل خصهم يتحلوا وسط سليب نوت. طبعا هذا الموضوع هذا كيناقشوه بيناتهم، وكيرجعوا في الوسط ديال 2003 لوس انجلوس للاستوديو ديال ذا مانشن اللي كان ديال البروديوسر ريك روبن، اللي طبعا ذكرتوه في بزاف ديال الحلقات اللي غادي تلقاوهم في لاشين والباج ديال فيسبوك. ريك روبن خدم معاهم على الالبوم الثالث ديالهم واللي خدا ليهم من ديك الوقت حتى ل 2004. الالبوم سالا، وقبل ما يخرج بداو بتور باش يبروموتيو الالبوم من نهار 30 مارس من 2004 لاكثر من عام، حيت ما سالا حتى ل 15 نوفمبر من 2005. الالبوم فول 3 سوبلومينال فيرسز خرج للسوق نهار 25 ماي من سنه 2004، وغادي يكون هو اول لايف البوم اللي هو البوم كيتسجل خلال التور. واللي بغيت نوريكم الفرق ولكن غادي يضربني الكوبي رايت، لذلك غادي نخلي لكم لي ليان تاع اللايف وديال الالبوم لتحت بالنسبه للناس اللي بغاو يسمعوهم باش يعرفوا الفرق بيناتهم بجوج. استوديو البوم فاش خرج في التاريخ اللي ذكرت من قبل كلاسا رقم 2 في بيلبورد شارت، واللايف البوم فاش خرج كلاسا رقم 17 في بيلبورد البومز شارت. وبسبب واحد الاغنيه منه سليب نوت ربحوا اول جائزه جرامي على احسن بيرفورمانس ديال الميتال على اغنيه بيفور اي فورغيت. من وراها كيعاودوا يوقفوا باش كل واحد يركز تاني على الباندات اللي كانوا داخلين معاهم بجانب سليب نوت. راه داك الالبوم الرابع اعضاء سليب نوت تجمعوا بداو الخدمه داخل ساوند فارم ستوديوز في ايوا. الالبوم سالات الخدمه عليه في شهر 6، ولكن الباند شنو غادي تدير؟ غادي يديروا تور بتاريخ 9 شهر 6 من 2008 قبل ما يخرج الالبوم، واللي خلال هاد التور هادي غادي تصدر الالبوم All Hope Is Gone في 20 أغسطس من 2008، واللي كلاسا رقم 1 في بيلبورد ألبومز شارت. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن سليب نوت وصلت واحد المرحلة ولا واحد المستوى ولات مفضلة عند العديد من الناس، وكل شيء كيسلك داكشي اللي كينتجوا، واللي نجاح ديالهم طبعا راه ما جايش من فراغ. وكيف معروف أنا سليب نوت كيخدموا البوم وتور مع سليب نوت كيعاودوا يحبسوا كيمشيو ويقضيو غرض اخر، فبعد نهايه ديال هذا التور هادي كيعاودوا يتيحوا في هذا الفتره تاع الفراغ، حيت كل واحد مشى ثاني يخدم مع الباند اللي كان معاهم. هذا الفراغ هذا غادي يزيد يكبر فاش بول غراي كان كيوجد لواحد التور مع شي فنانين اخرين، ولكن نهار 24 ماي من 2010 غادي يلقاوه ميت في واحد لوطيل. اسباب الوفاه ما تعلنش عليها وما تعرفتش في الاول، الشيء اللي طبيعي غادي يؤدي لفتح تحقيق على برا وواحد الروينه غادي تكون داخل ديال الباند. فبعد نهار من الوفاه ديال بول غراي كيخرجوا جميع الاعضاء ديال الباند في واحد المؤتمر صحفي
بلا ماسكات بجانب الزوجه ديال بول اللي ولات ارمله والاخ ديالو فين كيعبروا على الحزن ديالهم من هذا الشيء هذا اللي وقع، وان خساره بول فهي كخساره واحد الشخص بحال خوك، حيت سافرتي معاه وعشتي معاه لحظات ديال النجاح وديال الفشل، يعني كنا نقولوا حنا تشاركتي معاه الملح والطعام وشحال من حاجه كانت بيناتكم. نهار 24 شهر 6 كيبانوا النتائج ديال الوفاه اللي كانت هي اوفر دوز من المورفين، ماشي المورفين المغني، المورفين حامض. اعضاء الباند وقعوا بيناتهم خلافات ولا نقولوا اختلفوا على المستقبل ديال سليب نوت، حيت جورديسون قال باللي كاين واحد الالبوم خدامين عليه وجاي في الطريق، بينما كوري تايلر قال لمجله فرايداي مورنين كوارتر باك باللي ما عرفش واش باقي قادر ولا واش باقي غادي يدير شي حاجه مع سليب نوت. نهار 28 سبتمبر من 2010 كيخرج الالبوم سيكنس، واللي ما كانش فيه حتى شي حاجه جديده من غير اللايف البوم ديال داونلود فيستيفال اللي لعبوا فيه، زائد واحد الدوكيومنتاري على التور ديال اول هوب از جون، وتقدموا بجوجهم تريبيوت ولا اهداء احياء لبول غراي. خلال هاد الاحداث هادو كوري تايلر كيخرج ويصرح بمستقبله مع سليب نوت بعد ما قنعوا الاخرين باللي خصهم يكملوا على قبل غراي، حيت كان واحد من الناس اللي تقاتلوا باش توصل سليب نوت لهذا الشيء اللي هي فيه، وما يمكنش يهدموا كاع داكشي اللي بنا وداكشي اللي تقاتل عليه، وكيرجعوا كيتوريو وكيلعبوا في دي فيستيفال بجانب ايرون ميدن وميتاليكا، وكان دوني ستيل هو اللي كيلعب الباص بعد الوفاه نتاع غراي. وخلال ديك الفتره ما كتكونش شي حاجه من غير تصريح باللي غادي يخدموا على شي حاجه خياليه، ولكن ما خرج حتى شي حاجه من غير انهم داروا اول فيستيفال سنوي ديالهم تحت اسم نوت فيست اللي هي سليب نوت فيستيفال، واللي لعبوا فيه هما واللامب اوف غاد ديفتونز والسيرج تانكيان من ورا ما انعزل على السيستم اوف داون، والحلقه ديالو ما عرفتش واش هنا ولا هنا، المهم طلع لكم في هذا القندال حيت هذا البلان ديال الكاميرا ديما تيخربقني. حتى 2013 عاد بداو الخدمه على الالبوم الخامس اللي كان تعليق تايلر عليه انه البوم مظلم، لدرجه انه تكتب تقريبا من طرف الجيتاريست، حيت رود ما مشاش في التور ديال ستون سور على قبل باش يجلس يكتب ويوجد الالبوم نتاع سليب نوت. الناس خدامين ترونكيل حتى حكا اشنو كيتم الاعلان نهار 12 ديسمبر من 2013 على نهايه جوي جورديسون مع سليب نوت بعد انقضاء اكثر من 18 سنه مع الباند. علاش؟ اللي قال لك اسيدي الاسباب الشخصيه. بعد مده عاد خرجوا الاخبار على سبب عزل جوي من سليب نوت، واللي كانت انه جوي ما ساهم بتا شي حاجه وما عاون بوالو في الالبوم الخامس اللي كانوا خدامين عليه. الحاجه اللي ما جاوب عليها جوي حتى 2016 فاش قال انه في ديك الوقت كان كيعاني من مرض التهاب النخاع المستعرض، واللي هو التهاب كيقيس النخاع الشوكي والتهاب الالياف العصبيه، الشيء اللي يقدر يؤدي لا قدر الله لفقدان الشعور ولا التحكم في بعض الاماكن، واللي في ديك الفتره جوي فقد التحكم ولا الشعور في رجليه، وهذا هو السبب ديال الوفاه ديالو غادي نقول لكم من بعد في الحلقه. المهم فاش خرج من سليب نوت بعد فتره ديال الترويض وعدد التاهيل وكل شيء ولا بخير، ولا كيلعب مع باند واحده اخرى سميتها سينسينيوم او سينسينم ما عرفتش كيفاش كتنطق. ودابا نرجعوا ل 2013 بعد الاعلان على خروج جوي بدات الخدمه على الالبوم الخامس ديال سليب نوت واللي كان هو سليب نوت 5 The Great Chapter، واللي خرج للسوق بتواريخ مختلفه بكل من امريكا بريطانيا استراليا وبلجيكا. واغنيه The Negative One من الالبوم نومينت لجائزه الجرامي لاحسن ميتال بيرفورمانس. الالبوم عكس الاخرين حتى خرج عاد بدات التور، حيت كانوا عندهم مشاكل باش يلقاو شكون اللي يلعب بلاصه الاعضاء اللي مشاو ولا اللي فاتوا، وحتى الناس بداو كيتسائلوا على شكون اللي غادي يعوض جوي جورديسون اللي ما احتاج زعما نديسكرايبيه في شي حاجه حيت كان خيالي، وبول غراي اللي كان واحد من الناس اللي ولا الفونداتور ديال سليب نوت. الاعضاء ما كانوش بغاو يصرحوا بالسميه تاع حتى شي واحد، حيت كيف قال الجيتاريست ديالهم باللي تحت من الباسيست ولا من الباتور ما غادي يبقى معاهم ديما، يعني وجودهم غير مؤقت، ولكن كتسرب بعض المعلومات على شكون هما دوك الاعضاء الجداد، حيت كان غادي يلعبوا في واحد الكونسير وكان ضروري خصهم يصرحوا بالسميات نتاع الناس اللي غادي يدخلوا مع الباند. وتما عرفنا بلي الباسيست كان هو اليساندرو فينتوريلا والباتور كان هو جاي وينبرغ. في مارس 2015 كيتوقفوا على لي تور حيت تومسون كيدابت مع خوه بالمواسل او سكاكين ولا سلاد اللي كيدخل على اثرها للسبيطار. كيتشافى تومسون وكيرجعوا يتوريو. من بعد هادشي هذا كيرتاحوا واحد شويه حتى لديسمبر من 2017 وكيكون واحد الانترفيو عند كران فين كيقول بلي الالبوم اللي خدامين عليه دابا غادي يكون هو اخر البوم ليه مع سليب نوت. قال بلي غادي يخرج في 9 غشت من سنه 2019 ولكن السفن والرياح ما كيتفاهموش، حيت نهار 14 مارس من 2019 فين قضيه في المحكمه ضد سليب نوت اتهم فيها كوري تايلر وشان كران باللي خلقوا شركات عندها صله بالباند وقيل سيناو معاهم شي كونطرات في الخفاء، الشيء اللي كيوجب على الباند باش يدفعوا فلوس لدوك الشركات اللي هي ديال دوك الناس اللي هو كوري وكران، والطلب باش يتفتح التحقيق باش يسترجع الفلوس اللي تقدر تكون ديالو واتخذت منه. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم هذا البلان هذا، ولكن بحال قلتي
كران ولا تايلر قالت واحد الشركه وسينا مع سليب نوت. يعني فاش سليب نوت كتخرج شي حاجه هذيك الشركه كتقوم بواحد سواء بيبليسيتي سواء شي حاجه وكيتخلصوا، والفلوس بيان سور كيدوزوا للتايلر. يعني تايلر تولي واخد الفلوس من عند البان، كيولي واخد الفلوس من عند الشركه اللي كدوا وسينا بها مع سليب نوت. هادشي اللي فهمت. في نفس النهار كيخرج كوري بهذه التغريده هذه على تويتر فين كيقول المتتبعين ديالو ما مختصروه باللي غادي يسمعوا بزاف ديال الهضره الخاويه ولكن يصبروا حتى تبان الحقيقه وكيوخرها ب10 نوت اختصارا لسليب نوت. نهار 18 من نفس الشهر اي بعد 4 ايام كتحط في الباج ديال سليب نوت بوست كيقولوا فيه باللي كريس ما بقاش واحد منهم، وهو عارف علاش وهما محبطين من الطريقه اللي اختار باش يتهمهم. وسالوا البوست كيف ديما بعشات سليب نوت. البوست تمسح من بعد من السيت ولكن ما باقيش كتحط سميت فين في التاب بوست، وكيتم التعويض ديالو ببيركيسيونيست اخر اللي ما صرحوش بسميتو حتى 2002 فين كيقولوا باللي هو مايكل بفاف، مكتوبه هكا بفاف، واللي كان مع كران في الباند اللي كان كيلعب فيها بجانب سليب نوت، يعني سايد بروجيكت ديال كران. كيكونوا لاعبين في واحد البرنامج سميتو جيمي كيمل لايف في 13 ماي، وكيصرحوا بلي راه جايه شي حاجه نهار 16 من نفس الشهر. وبالطبع نهار 16 كتهبط التراك ليست ديال الالبوم، والاسم ديال الالبوم اللي كان هو وي ار نوت يور كايند، وكيخرج معاه فيديو كليب ديال اغنيه انسينتد فين غادي يبانوا بالماسكات الجداد. يعني غادي تبان لي موتيفيكاسيون اللي داروا على الماسكات القدام اللي كانوا كيلعبوا بهم، وتبعوهم بسينجلز اخرين مفرقين من الالبوم حتى ل 9 غشت فين خرج الالبوم بنفس الاسم اللي تذكر من قبل وي ار نوت يور كايند. كيقول كرانويل باللي غادي يحاولوا يبداو الخدمه على البوم اخر واللي غادي يكون هو اخر البوم لهم مع رود رانر ريكوردز، واللي قلت في الحلقه الاولانيه بلي الكونترا اللي سيناو كانت القيمه نتاعها $500,000 يعني واحد 500 مليون، ولكن راه بمقابل نتاع 7 ديال لي زالبوم. يعني تاخذ 500 مليون ولكن تعطيني 7 ديال لي زالبوم. وهذا الالبوم الاخراني اللي غادي يخدموا عليه غادي يكون هو السابع، شي اللي غادي يخليهم يكونوا فوق الشروط ديال العقد ويسمح لهم يكونوا فري. نهار 26 من شهر 6 2021 كيتم اعلان خبر وفاه جوي جورديسون خلال النوم ديالو، واللي كانت نوعا ما مرتبطه بالمضاعفات ديال المرض اللي قلت من قبيله كان كيعاني منه. سليب نوت كيبقاو خدامين على الالبوم الاخراني ديالهم واللي الميكس ديالو كياخذ لهم بزاف ديال الوقت حتى 30 سبتمبر من 2022 عاد كيخرج لنا الالبوم The End So Far اللي بيه غادي تسالي الكونترا ديالهم مع رود رانر وغادي تسالي حتى حنا الكونترا ديالنا مع سليب نوت. الا كنتي مهتم بالمحتوى ما تنساش تخلي التعليق ديالك على الحلقه وتتابعني على مواقع التواصل اللي عندك. يعني اللي عندك فيسبوك كاين فيسبوك، عندك انستغرام ديال في انستغرام، عندك تيك توك راه حتى تيك توك كاين ما فيهش شطيح، تويتر ما كنخدمش فيه بزاف ولكن غادي نحاول ما عندي فيه والو. وكذلك ما تنساش تقلب في الحلقات اللي فاتوا، ممكن تلقى شي حاجه تعجبك بحال ميتاليكا وعلاش مشى ديف ماستين من ميتاليكا، ولا القصه ديال الشاب حسني كيف الحدامات، وغتلقى حتى الحاجه الحمداويه. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.